ايوه شوت تعال سلم 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 محمد. وين راحت الكورة؟ وين كورة؟ ايوه هذه كورة صح. مشاكل صحية، تدهور، تأخر نمو، صرع، تشنجات، خاصة تشنجات مستعصية يعني، وأحيانا أمور سلوكية، توحد وتأخر بالكلام وكذا. يعني هذه أكثر نوعين من الاستشارات اللي أنا أشوفها. وأصعب شيء صراحة لما يكون موضوع له علاقة بالتوحد، لأنه سهل التشخيص، سهل إنك تقعد مع طفل 5 دقائق وتقول هذا توحد، لكن الصعوبة إنك تسوي له تقييم حقيقي وتعرف نقاط القوة ونقاط الضعف وتوجه الطفل هذا لأهله. المريض مو بالطفل، اللي فعلا يتعب أمه وأبوه. لأن يعني ترى الطفل اللي عنده توحد ما يشتكي من شيء، هو بس إنه ما يعرف كيف يتواصل، وأهله ما يعرفون كيف يتواصلوا معه. فهنا تجي الضغط على الأهل من ناحية المجتمع، وش بولدك ووراه ومدري ايش، ومقارنته بالآخرين وراه ما يتكلم وليش يختلف عنهم، وكيف وش المفاتيح حقته وكيف اقدر اتواصل معه. هنا يتعبون. يعني انا اعتبره مثل الكيس اللي يجمع اشياء كثيرة، مجموعة اعراض: تأخر في النطق، تأخر في التواصل الاجتماعي، قد يكون يعني فيه يعني صعوبات بالذكاء وكذا. يعني تقريبا حول 50% يصير عندهم intellectual problem، ذكاء مشكلة. بس في منهم عباقرة، في منهم متميزين، في منهم طبيعيين، في منهم يعني أقل من الطبيعي بشوي بس يعيشون عادي، يعني ما عنده مشكلة، يعني بالتعلم ما عنده مشكلة. في نسبة يصير عندهم أنواع التوحد، يصير معهم مشاكل أخرى ويحتاجون يعني تركيز خاص. هذولا موجودين، بس غالبية حالات التوحد ترى كثير من الحالات تمشي ما حد يدري عنها. هذا اللي السؤال يعني اللي صعب. يعني كل الناس العاديين من زملائك تلقي في ناس غريبين شوي، يعني عايش حياته بس غريب شوي. فهذا يمكن اللي عنده توحد يمكن ما يتكلم، عنده صعوبة بس يتحسن مع الوقت لدرجة انه يعيش حياة طبيعية، بس يختلف عن الآخرين شوي في ملاحظات. يعني ما عنده التواصل الاجتماعي، النكتة هذه ما
يلقطها بسرعه، ما مو وانت قاعد بمجلس تغمز له يفهمك. تواجد ناس زي كذا كلهم توحدين، بس مو كلهم غير طبيعيين. فقضيه انه هل الطفل اللي عنده توحد انه يشفى تماما؟ الجواب ما في احد يعني تقدر تستطيع ان تقول انه يشفى تماما، لكن تقدر تقول انه يتاقلم ويعيش حياه شبه طبيعيه. أهم من النطق، أنا كشخص أنا يهمني دائما كطبيب مخ وأعصاب يهمني الفهم والإدراك أهم من القدرة على الكلام. إذا ناديته باسمه يرد عليك، يتواصل معك بصري، إذا سألته سؤال يشر، يعني مثل تو قبل شوي ليون أقول وين الكورة ولا بندوري يقول وين الكورة يشر عليها ويروح يجيبها ويعطيك إياه. هذا يعني لفت الانتباه، إنه يلفت انتباهك، إنه يتواصل معك. إنه وبعض الناس يجي يقول والله ولدي ما شاء الله يعتمد على نفسه ما يحتاج الأبد كل شيء يسويه، هذا خطأ. الطفل الصغير جبل على أنه يستعين بوالدينه لمساعدته في أشياء معينة. إذا صار ما يتواصل معك ولا يحط عينه بعينك ولا يشر ولا يحاول يجلب انتباهك الأشياء اللي تهمه، هنا المشكلة. هذا ترى طبيب الطفل و6 شهور اللي بيدقق، يعني تبي تلقى من اول 6 شهور لا يتواصل بصري، ما يعبرك، ما يهتم، ما يعني بحاله، ما هو معك، هنا تبدا تقلق. طبعا في اسباب كثيره تاخر الكلام. اهم سبب تاخر الكلام مشاكل السمع. يعني قبل ما نتكلم على توحد لازم نتاكد ان السمع سليم، يعني نفحص السمع. وعلى الرغم ان الاطفال الصم يعني 4 أضعاف نسبة إنه يصير عندهم توحد 4 أضعاف الأطفال الطبيعيين، يعني يمكن يصير عندهم مشكلة يعني. لكن إلى الآن يعني آلية تشخيصهم أصعب شوي، لأنه لازم تأكد إنك تعالج السمع قبل، وتأكد إن السمع يصير سليم قبل ما تدخل في المشوار حق تشخيص اضطراب طيف التوحد. التوحد مو مرض، هو اضطراب نمائي. يعني هذه نقطة مهمة، لأنه الناس يتكلمون على إنه مرض وكذا، لا ما هو مرض، اضطراب نمائي. يعني معناه انه ممكن يتأقلم الواحد ويتحسن مع الوقت بدرجة كبيرة. كل ما يعني قدرت انك تعدل هالمسار انه يمشي في المسار الطبيعي. التأخر، احنا مشكلتنا في التأخر في التشخيص. يعني الوقت مهم. ابو طفل ابو 2 تشخصه غير طفل ابو 4 سنوات. نسبة التحسن عند ابو 2 50% اكثر من عند ابو 4 سنوات. كل ما أدركته مبكرا كل ما كان التعديل أسهل. عشان كذا هذا هو مهم. التوحد موجود من القدم، لكن ما هو بنسبة العدد اللي حاليا. يعني في عوامل يعني أدت إلى زيادة التوحد. الحين التوحد يعني أكثر من حالات الشلل الدماغي. التوحد وصل إلى 2.5% تقريبا معدل انتشار التوحد، بينما الاضطرابات الأخرى يعني العصبية وكذا تصل الصرع مثلا 1 إلى 2%. حالات التوحد فاقت الصرع، فاقت حالات كثيرة يعني. ففي كل الثنتين في ازدياد بالوعي وزيادة في الحالات. وحتى من أول أنك تشخص التوحد كان حاطين معايير ومقاييس تشخيصية أكثر تعقيدا. الآن لا، صار في مرونة كبيرة بالتشخيص. حطوا أوتيزم سبيكتروم ديس أوردر، يعني واسع المجال، فدخلت حالات كثير مشابهة للتوحد داخل ضمن التوحد. طبعا وش التوحد وليش التوحد؟ وفي البيئة والجينات والأشياء دي كلها environmental factor لها دور، يعني عوامل بيئية. فهذه الإشكالية يعني.
ليش؟ وش ودك تصيرين؟ مدرسة؟ تيتشر؟ ايش تبين تصيرين؟ تبين تصيرين برنسس؟ تصيرين برنسس؟ ها؟ برنسس سي دكتورة. برنسس تصير تبين تيتشر. تصيرين دكتورة برنسس؟ تصير نيرس. انا برنسس ليان، انا برنسس. لا انت ولد. ما يصلح. طب برنس طيب يصلح. معليش تصير دكتور حمودي. دكتور حمودي، معلش خلي حمودي دكتور. ها؟ حودك. حمودي دكتور، خلاص حمودي انت تصير دكتور. نجيب لك سماعة.